السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن رابع مبدأ من مبادئ ال Solid Principle. تمام. المبدأ ده هو اسمه Interface Segregation Principle. تمام. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ايه هو دوره ايه وايه اللي بيعمله والمفروض يغير في الكود بتاعي ازاي؟ تمام. خلينا بس في الأول كده نكتب الأساسيات اللي احنا بنشتغل بيها كل مرة. تمام. نمسح كل الكلام ده. طيب، اول حاجه تعالى نفترض مثلا ان انا عندي آه ماشي، هو بيكتب اي كومنت. تعالى نكتب مثلا ان انا عندي انترفيس. ماشي. هنسميه مثلا اي ماشين. تمام كده. المفروض ان اي ماشين ده يختص باي نوع من انواع البرنترات. تمام كده. فطبيعي مثلا ان البرنتر يكون فيها فانكشن مثلا. يعني خلينا بس نعمل كلاس كده في الاول فوق هنا. public class. تمام. هو بس الكلاس ده مش اكتر من غير ان هو، يعني انا عايزه كلاس فاضي بس، انا مش عايز بيه اي حاجه، انا عايز بس اسمه مش اكتر، عشان هقول ايه ان انا الفانكشن دي ببعت لها دوكيمنت ايا كان شكل الدوكيمنت ده بقى اللي هي تستقبله، المفروض هي تطبعه. تمام. طبعا بناء على حالة الدوكيمنت وبتاع، بس احنا مش هنخش بقى في التفاصيل دي دلوقتي، ولكن خلينا انا عايز اتكلم بس عن الطبيعات بعينها المرة دي. تمام. فهقول مثلا ان انا عندي الفانكشن بتاعت برنت. تمام. عندي فانكشن مثلا بتاعت فاكس، عندي فانكشن مثلا بتاعت سكان، عندي فانكشن مثلا بتاعت فوتوكوبير، اي فانكشن تاني. حتى ممكن نكتفي بدول بس يعني. فوتوكوبي مثلا يكفي ان انا مثلا البرينتر فيها الاربع صفات دول. تمام كده. فانا دلوقتي لو جيت ان انا قلت والله ان انا عندي بقى public class multi function printer مثلا، فهي هتورث من الاي ماشين وهيكون عندها الاربعه فانكشن دول. تمام. فكده احنا ماشيين زي الفل وكله تمام. لكن لو انا عندي مثلا برينتر قديمه. تمام. فانا مثلا هقول ان انا ماشي خليها سيمبل برينتر. تمام. فسيمبل برينتر مثلا او اولد برينتر او ايا كان نوع البرينتر، دلوقتي هي ما فيهاش غير البرنت بس. تمام. هي ما فيهاش الثلاث انواع دول، ما تعرفش البرينتر تعمل كده. فكده ايه اللي انا عملته؟ انا كده رحت ضفت ثلاثة فانكشن ملهمش اي ثلاثة لازمة في الايه، في الكلاس ده. تمام. بس اتحسبوا عليها ليه؟ علشان انا بورث من كلاس اي ماشين. طب خلاص انا ممكن اشيلهم من اي ماشين، اشيل الثلاثه دول من هنا. تمام. واكتبهم يدوي هنا، انا كده ما استفدتش اي حاجه. تمام. لان لازم يكون الانترفيس يعبر عن كل المحتوى بتاع الكلاسات اللي بتورث منه، علشان خاطر هو بيبقى زي الملخص بتاعهم، وسهل في ان انا اعمل له امبلمنت في كذا مكان. تمام. طيب، ايه اللي يعيب بقى دلوقتي حاجه زي كده، او ازاي اتصرف بقى في حاجه زي كده؟ المفروض في الوضع الحالي ان الانترفيس الكبير ده يتقسم. تمام. يتقسم اتنين تلاتة اربعة خمسة مية، مش هتفرق معايا، على حسب عدد او ما صح انواع البرنترات اللي ممكن تكون محتملة عندي. تمام. يعني احنا مثلا ممكن نقسمهم اربعة. تمام كده. نقول مثلا والله ان انا هيبقى عندي بابليك انترفيس مثلا اي برينتر ده فيه البرنت، ومثلا بابليك فاكس هيكون ده فيه الاي فاكس، واي سكانر، واخر حاجه اي فوتوكوبير. كده انا عملت الاربع انترفيسز بتوعي. تمام. انا مثلا هنا في المالتي فانكشن برينتر انا عايز مثلا اشتغل بدي، فاحنا ممكن يعني علشان خاطر بس ما نقعدش نكتب ان انا هورث كل مره من الاربعه دول، فانت ممكن تيجي هنا تقول والله ان الاي ماشين ده هو اللي بيورث بقى من الاي برينتر. تمام. والاي فاكس والاي سكانر واي فوتوكوبير. فكده هنا انا كتبت، انا ما غيرتش في الكلاس ده اي حاجه. لكن اجي هنا في السمبل برينتر، لا خلاص انا مش محتاج الثلاثه فانكشن دول. تمام. وبدل ما انا هكتب ان هو بيورث من الاي ماشين، لا هو بيورث من الاي برينتر بس. تمام. فهي دي كل الفكره بتاعت المبدا، ان انا بس ايه، ان كل كلاس لما مثلا انا عايز اشتغل بيه، فيكون الانترفيس بتاعه بيعبر عنه بشكل كامل، لا زايد عنه حاجه ولا ناقص عنه حاجه. تمام. فده مبدا من المبادئ المهمه. احنا ممكن كمان ما يبقاش عندنا الاربعه انترفيس، لان انا اكيد مش على كل فانكشن هعمل انترفيس، بس مثلا تلقائي ان الفانكشن اللي فيها سكانر فيها مثلا فوتوكوبير، فاحنا ممكن ناخد دي نحطها هنا.
تمام، وكده خلاص انا ضمنت ان الفانكشن دي فيها اسمه ده السكانر والفوتوكوبير، فكده ان انا خلاص اشيل الفوتوكوبير من هنا. تمام، ويبقى عندي 3 انواع بس. تمام. الفاكس مثلا ممكن يتضاف جنبها حاجه بحيث ان هما دايما ماشيين مع بعض. تمام، فانا مش هقسم لكل فانكشن انترفيس واقعد ارص في الانترفيسز جنب بعض هنا، لا، انا كل اللي انا بعمله بس ان انا عايز ان كل نوع برينتر عندي تمام يكون مكتفي تماما بانواع اسمه إيه ده، بانواع الفانكشن اللي فيه، علشان خاطر بس ما يبقاش فيه اي حاجه زايده او يكون فيه اي حاجه ناقصه. تمام، ده ببساطه شديده هو مبدا الانترفيس سيجريجيشن برنسبل. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.